اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناه مرجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي. النهارده مع تيتا ميري هنعمل العيش الصحي ده بالفرينه. يلا حبايبي، عندي كيس فرينه اهو. ده دقيق البسبوسه الخشن. عندي ده 2 باون. انا عايرته بالكوبايه الكبيره، طلع 3 مجات كبار اهو بالشكل ده. فدلوقتي بقى حطيت مجين دقيق ابيض، وهفضي عليهم معلقه ملح اهو. يبقى مع كوبايتين دقيق ابيض، 3 كوبايات دقيق السميد الخشن، ربع معلقه ملح. قلبت كله على بعضه بالشكل ده اهو. طريقه سهله جدا جدا اهو كده. ودلوقتي كمان عندي معلقه بيكنج باودر ومعلقه خميره فوريه، وهحط كمان معلقه سكر. بدل السكر حبايبي، بعد معلقه السكر حطيت معلقه عسل اهو بالشكل ده. دلوقتي حبايبي عندي كوبايه ميه دافيه اهي بنفس المج ده، وهحتاج طبعا ميه تانية. وهو حبايبي عندي كوبايه تانية، كوبايتين ميه، وهعجن بقى العجين حلو قوي. دلوقتي يا حبايبي لميت العجينه بالشكل ده اهو كده. دلوقتي بقى هجيب ربع كوبايه زيت وهحطها كده بالشكل ده، يعني هشربها للعجينه. وهو يا حبايبي لميت العجينه بالشكل ده اهي. ودلوقتي بقى هغطيها وهسيبها في مكان دافي لغايه ما يتضاعف الحجم بتاعها، وبعدين نكمل مع بعض. يا حبايبي العجين خمر بالشكل ده. ودلوقتي بقى جبنا الصينيه وهنرش عليها الفرينه، وهنقطع القطع اللي احنا حابينها. ودلوقتي يا حبايبي قطعت العجين اهو بالشكل ده. ودلوقتي هفرد الفوطه عليه بالشكل ده، وهسيبه حوالي نص ساعة، وبعدين نرجع نكمل مع بعض. اهو يا حبايبي فردت العيش بتاعنا اهو، الأرغفة بتاعتنا فردتها بالشكل ده. ودلوقتي هغطيها وهسيبها ربع ساعة، وبعدين هنحطها في الفرن على درجة حرارة 400. ولما يجي العيش في الفرن بالشكل ده اهو طالع في منتهى الجمال. اهو يا حبايبي الشكل النهائي للعيش الصحي اللي عملناه بالفرينة اهو، وبألف هنا. باي باي.